انت عارفة ان في تصرفات بالنسبة لك ممكن تكون بسيطة وعادية، ولكن في الحقيقة هي بتكون صورة عنك في ذهن الراجل اللي المفروض ياخد خطوة الارتباط بيكي، وبتخليه يغير نظرته فيكي ويتراجع فورا. مشروبك وتعالي اسمع، خلي بالك من شوية الحاجات اللي هقولها دي واوعي تعمليها قدام اي ولد. انا عارفة ان في بنات ساعات بيكون غصب عنها بتتصرف تصرفات غريبة، ممكن يكون بسبب التوتر او انها دي شخصيتها اصلا، واوقات كمان بيكون من غير قصد منها. بس في بنات يكون قصدها كل تصرف طالع منها، وطبعا احنا عارفين بيكون قصدها بايه. بس للاسف بقى التصرفات دي سواء بقصد منك او من غير قصد، لو حصلت قدام اي راجل كان بيفكر ان هو ياخد خطوة الارتباط بيكي رسمي، فبيغير رأيه فورا وبيشوفك بشكل تاني خالص. ففي فيديو النهارده هقولك على اخطاء كتير معظم البنات بتقع فيها قدام الولاد. اول تصرف هو التمثيل. اغلب بقى اللي بيعمل التصرف ده مش بيكون من غير قصد ولا حاجه، لا هي بتبقى عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي وعايزه منه ايه، لانها بتكون فاكره وقتها انه هيعجب بيها وتعرف تضحك عليه. بس احب اقولك ان الولاد مش غبيه وبتبقى فاهمه كويس قوي انت بتتصرفي على طبيعتك ولا ده مجرد تمثيل علشان تلفتي الانتباه. فيا ريت بلاش التحول اللي بتتحوليه اول ما تقعي على بوزك وتحبي. يعني اكيد مش فجأة كده بقيتي بتحبي قوي الكورة وبتتكلمي فيها عمال على بطال. ولو عرفتي انه بيحب اي حاجة او هواية معينة بتجري تشيري انها هوايتك المفضلة وكل الهري ده. بس اوعي تكوني فاكرة وقتها انك بتكسبيه، بالعكس انت بتخسريه وبتخسري نفسك قبله. خليكي على طبيعتك وبلاش التمثيل، احنا ما بنجريش ورا حد، بندورش وبنسعى ونتشقلب علشان نكون الشخصية اللي غيرنا عاوزها، لا احنا زي ما احنا بنتحب تفاصيلنا المميزة. ولو هو ما شافكيش بسيطة يبقى انتوا الاتنين مش مناسبين لبعض. تاني تصرف، انا دايما بشجعكم على الرقه والنعومه والهدوء، وانك تفهمي انك بسكوته ما ينفعش تعاملي جسمك على انه جسم راجل، ولكن الضعف الاوفر بيخليكي تبيني ايه خالص، يعني معدومه الشخصيه بجد. يعني في اي موقف بيكون ردك عباره عن مش عارفه، مش فاهمه، مش قادره اخد قرار، لا اصلا انا ما بعرفش افكر، طيب انت شايف ايه، طب اعمل ايه. كل دي تصرفات بتبين قد ايه انتي معدومة الشخصية، وده بيخليه يفقد الاعجاب بيكي، ولو كان ناوي انه ياخد خطوة بيرجع مليون خطوة لورا. فلما تكوني مستنية دايما رأيه وقراره على اي حاجة وكل حاجة خاصة بيكي، ده بيخليه يشوفك تبع ليه مش شريكا مستقبله. تالت تصرف هو الرغي والكلام الكتير على البنات اللي زيها زيك. اياكي ثم اياكي تتكلمي قدام اي ولد عن بنت زيها زيك بطريقة سلبية. زي مثلا شفت البنت اللي كانت لسه قاعدة معانا من 5 دقايق دي، قد ايه مستفزة وتنكة والله. اللي انت كنتي بتحضني وتبوسي فيها دي اول لما اديتك ظهرها بقت مستفزة وتنكة. او تقولي له مثلا عارف فلانة بتكلم خطيب مين، انت مالك. انت عارفه وقتها بيشوفك ازاي، انك بصرم وبتغيري منها، او بتحكمي على الناس دايما بطريقه وحشه. ومش الولاد بس على فكره، احنا كمان بنشوفك كده. هو كراجل عاقل هيخاف انه يرتبط بيكي لانك غير امينه، وهيشك انك ممكن تعملي كده معاه في ظهره. بلاش التصرفات دي وسيبيه يكون عنك صورة البنت الناضجة البعيدة كل البعد عن المشاكل والحوارات، والبنوتة اللي في حالها فعلا. رابع تصرف بقى المبالغة الأوفر في كل حاجة، حتى في الاهتمام بيه واهتمام بتفاصيله. يا ريت يا بنات بلاش الشات المفتوح ليل نهار ده والمسجات اللي رايحة بس، وتبرري عدم رده عليكي واهتمامه بيكي بانه مشغول وبيرد وقت ما بيبقى فاضي. طب ما انت اهو ماسكه الموبايل ليل نهار وانت شغاله وانت بتروقي وانت بتطبخي وانت بتعملي اولا هيشوفك واحده فاضيه ملهاش اي تلاتة لازمه قاعداله وقاعده للاهتمام بيه وبس. تاني حاجه هيزهق منك، ما هو يا جماعه اي حاجه بتزيد عن حدها بتبقى اوفر ووحشه قوي وملهاش طعم. ما بقولش تجاهليه وما بقولش هو اللي يهتم بيكي اكتر، لا انتوا الاتنين لازم يكون اهتمامكم بنفس القدر علشان مفيش حد يحس انه بيعمل اكتر من التاني. فالتوازن مهم قوي في النقطة دي. الاهتمام مش غلط بس ما يكونش على حساب كرامتك. يا ريت تهتمي بنفسك وتحبيها، هتلاقيه بيحبك وهيحس بقيمتك وقتها اكتر. اخر اخر حاجة بقى القوة. اوعي تكوني فاكرة ان العند والتكبر من قوة الشخصية، لا بالعكس، قمة الضعف. القوة برضو مش للرجالة بس، لا في بنات
بتبقى في قمة أنوثتها، بس في نفس الوقت قوية جدا وجذابة جدا. خليكي هادية، واثقة في نفسك، عارفة توازني بين كل صفة عندك وكل تصرف بتعمله. هو ده اللي ساعتها نقدر نقول عليه انك في قمة قوتك. انك مثلا تقدري تاخدي قراراتك بنفسك، تشاركيه وتسمعي رأيه، بس ما تخليهوش يفرضوا عليكي. طالما مش مقتنعة بيه فخلي قرارك نابع منك انت. ما تتكسفيش تعبري عن رأيك بكل وضوح، وبلاش تاخدي خطوة اي حاجة او تعملي اي حاجة انت مش مقتنعة بيها، او تكون حاجة بتخالف عاداتك ومبادئك وشخصيتك لمجرد بس انك تعجبيه. الشخصية اللي زي كده الطرف التاني بيفضل فاكرها حتى لو ما حصلش ما بينهم نصيب. اخر حاجة بقى، دوروا ازاي تكونوا النسخة الافضل منكم انتوا، ما تبقوش مستنسخين لمجرد انكم تعجبوا حد. ما تخليش الراجل اللي هيكون شريك حياتك يشوف نسخة مش حقيقية منك، لانه مش سهل انه يتقبلها ابدا. ولكن خليه يشوف البنت اللي تستحق فعلا الاحترام والتقدير، مش اللي بتحاول ترضيه على حساب كرامتها هي. وقولولي بقى ايه التصرف اللي اتصرفتيه قدام ولد قبل كده وبعدها ندمتي. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وقولوا لي حابين نكمل في الفيديوز اللي شبه كده والمواضيع دي، ولا نرجع نكمل حلقاتنا في الكام سلسلة اللي بدأناهم مع بعض. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.